مشاهديني الأعزاء، مسا عليكم. لو نفسكم تتفرجوا على مسلسل كوري جامد من غير ما تقعدوا أسبوعين تخلصوه، الفيديو ده معمول علشانكم. النهاردة جايبالكم مسلسلات كورية قصيرة، عدد حلقاتها قليل بس قصصها جامدة وتشد من أول دقيقة. يعني شوية دراما على شوية رومانسية وشوية أكشن لو حابين، وكل ده في وقت قليل تنفع تتشاف في يوم واحد بس. ده الجزء التاني من الفيديو اللي أنا عملته قبل كده. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، واكتبوا لي في الكومنتات لو عاوزين تعرفوا أي معلومات عن المسلسلات الكوري. رقم 6، ماي نيم، بيتكون من 8 حلقات، أكشن جريمة دراما وانتقام. المسلسل بيحكي عن البطلة اللي بتشوف أبوها بيتقتل قدام عينيها وبتقرر تنتقم، ولما الشرطة ما تقدرش تساعدها بتروح بنفسها لعصابة مشهورة وخطيرة. زعيمها بيكون هو البطل، والزعيم ده بيقرر انه يساعدها لكن بطريقته الخاصة. اداها هوية مزيفة وخلاها تنضم للشرطة كجاسوسة علشان تكتشف مين اللي قتل أبوها. وفي وسط الشغل مع الشرطة بتبدأ تحس إنها تايهة بين الحق والباطل، خصوصا لما تكتشف أسرار صدمة عن الناس اللي وثقت فيهم وأقرب الناس ليها كمان، وتعرف مين اللي قتل أبوها. المسلسل مليان مشاهد أكشن قوية ومؤثرة، والبطلة أبدعت في دورها وطلعت شخصية قوية ومليانة مشاعر. رقم 7، مسلسل الصفقة، إثارة وتشويق جريمة ودراما. المسلسل 6 حلقات وكل حلقة حوالي 30 دقيقة، نص ساعة. القصة بتبدأ لما راجل بيروح لفندق صغير علشان يقابل بنت شافها على الإنترنت، والاتفاق بينهم كان إنه يشتري منها جسمها. بس المفاجأة إن كل ده فخ. البنت طلعت مش زي ما كانت بتبان، وهي جزء من شبكة إجرامية بتستدرج الرجالة علشان يبيعوا أعضائهم البشرية. بيتخدر الراجل، بيفوق يلاقي نفسه مربوط وهم بيزايدوا على الكلية بتاعته قدام الزباين، يعني اللي عاوز سعر معين يقوله. لكن قبل ما العملية تبدأ فجأة بيحصل زلزال ضخم والمبنى كله بينهار فوق دماغهم، ويتحول الموضوع من جريمة تجارة أعضاء لصراع مرعب علشان البقاء. الناس اللي كانوا بيستغلوا بعض بقوا مضطرين يتعاونوا علشان يخرجوا من تحت الركام، وكل واحد فيهم عنده سر وكل واحد مش واثق في التاني. رقم 8، مسلسل طرطشة حب، هو اسمه كده محدش يتريق، أو حب فوق المطر. حلقتين بس، نزل سنة 2015، خيالي رومانسي تاريخي كوميدي كمان. المسلسل بيحكي عن بنت هي البطلة، طالبة في الثانوية، ما بتحبش المدرسة وبتخاف من امتحانات الرياضيات جدا. اكتبوا لنا في الكومنتات كنتوا بتحبوا الرياضة كمادة يعني ولا لأ. وفي يوم وهي مضغوطة نفسيا من الدراسة بتتمنى من قلبها يا رب أهرب من ده كله. طبعا دي الدعاء الأساسي لكل الطلبة دلوقتي اللي في ثانوية عامة، ربنا معاهم. وفجأة وهي ماشية تحت المطر تلاقي نفسها وقعت في بركة مية، وصحيت لقت نفسها في العصر الكوري القديم، عصر جوسون. مش بس كده، الناس هناك افتكروها عالمة رياضيات عبقرية يعني جاية من المستقبل. والمفاجأة الكبيرة إنها بتقابل الملك الحقيقي، واللي بيكون شاب وسيم ومهتم بالرياضيات، وبيطلب منها تساعده في حل مشاكل الدولة بالحساب والمنطق. ومع الوقت تبدأ تحصل بينهم مواقف طريفة وفي مشاعر حلوة بتتولد. بس طبعا هي من المستقبل وهو من الماضي، فهل هينفع يعيشوا الحب ده ولا لا؟ المسلسل رومانسي وظريف جدا، فكرة السفر عن الزمن معمولة بطريقة كوميدية وخفيفة، زائد ان هو حلقتين اتنين بس، فدي حاجة لذيذة جدا. رقم 9، مسلسل مفارقة الموت، جريمة إثارة نفسي غموض. المسلسل بيتكون من 8 حلقات ونزل سنة 2024. المسلسل بيحكي عن شاب بسيط وهو البطل، طالب جامعي عادي جدا ماشي جنب الحيط ساكت وفي حاله. بس فجأة حياته بتتقلب 180 درجة لما بيرتكب جريمة قتل. يعني هو ساكت وفي حاله وبعدين على طول بيقتل، مفيش وسط. بس الغريب ان الراجل اللي قتله كان مجرم فعلا، يعني بالصدفة قتل واحد كان يستحق الموت. فهو بيتخض بيتوتر جدا، بس بعدين بيبدأ يحس بشيء غريب جواه. يبدأ يقول لنفسه طيب ما ممكن أنا أكون أداة للعدالة وأنا بخلص الناس من الوحوش. ومن هنا بيبدأ يتحول من شاب بريء لقاتل متسلسل بيستهدف الناس اللي يستاهلوا القتل فعلا. وفي الناحية التانية في محقق ذكي جدا بيبدأ يشك في وجود قاتل غامض بيقاتل المجرمين، ويبدأ يطارد البطل
ومش بس كده، ده بيقرب له وبيكتشف حاجات ممكن تقلب كل حاجة. رقم 10 والأخير مسلسل ترنيمة الموت. المسلسل 3 حلقات بس، دراما رومانسي تاريخي وموسيقى. القصة مأخوذة من قصة حقيقية حزينة جدا حصلت في كوريا أوائل القرن العشرين. بنرجع بالزمن لأيام ما كانت كوريا تحت الاحتلال الياباني والظروف كانت صعبة جدا. البطل كان كاتب مسرحي موهوب متجوز، لكن حياته كلها متلخبطة ومليانة صراعات داخلية بسبب شغفه بالفن وحلمه بالمسرح. بيقابل البطلة مغنية أوبرا وصوتها خرافي، بينهم بيحصل أو بتتولد مشاعر حب حقيقية جدا، لكن للأسف الحب ده ممنوع من كل النواحي. لا هو يقدر يسيب مراته ولا هي تقدر تعيش حرة بالطريقة اللي بتحلم بيها، خصوصا في وقت المجتمع ما كانش بيقبل بالفنانين بسهولة ولا الحب اللي خارج القواعد. ومع الوقت بيتخنقوا من الحياة ومن الظلم ومن القيود، وبيقرروا ياخدوا قرار مأساوي جدا وهو إنهم ينتحروا. ليه المسلسل اتسمى بترنيمة الموت؟ علشان غنوا أغنية شهيرة جدا بنفس الاسم، وكانت أول تسجيل صوتي في تاريخ الموسيقى الكورية، والأغنية دي لسه بتتسمع لحد دلوقتي وبتوجع القلب. وبكده نكون وصلنا لآخر الفيديو بتاعنا. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتشتركوا في القناة، ولو عاوزين تعرفوا أي حاجة عن المسلسلات الكوري اكتبولي في الكومنتات.